السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الفيديو الأول بقناتي اللي اسمها EMD 96 العربي. طبعا أحب أشرح لكم بطريقة كيفية استعادة قرية اكتشفت ناس مفقودة. اكو هواية ناس تمر عليهم حالات بأنه هم يفرمتون الجهاز أو أنهم ينسون الرمز أو الإيميل الجيميل مال اللعبة، أو أنهم يبيعون الجهاز، أو تصير عندهم حالات تخليهم يعني يضيعون هاي اللعبة. طبعا انت ترجع القرية تحتاج انه انت تسوي قرية جديدة. طبعا انا سويت قرية جديدة ومرت بالخطوات اللي لازم كل واحد يسوي قرية جديدة يمر بها. لازم يعني تتدرب وتنزل جنود، يعني كل واحد يعني لاعب يشوف ناس يعرف هاي الخطوات. طبعا بعد ما تكمل القرية الجديدة وتخلي لها اسم، انا خليتها اسم لها بعد اليوم. طبعا ما فكرت يعني شنو هذا الاسم، يعني هيك خليته يعني ان شاء الله يعجبكم يعني. المهم اذا تريد ترجع القرية لازم تروح على الاعدادات مال اللعبة وتروح على هيلب اند سبورت. حتطلع لك مجموعة اختيارات. هاي الاختيارات تختار اختيار الثاني لوست فيليج. يطلع لك مجموعة اختيارات. طبعا هو بالانجليزي بس ما ادري ليش مصايب بالعربي. المهم اذا بالعربي تختار اول اختيار هذا فقدت قريتي وكيف استردها. اذا بالانجليزي يطلع لك I lost my village how can I get it back. المهم تختار هذا الاختيار، راح يطلع لك هاي الرسالة. تروح على اكو فوق علامة مال الرسالة فوق، تدوس عليها. طبعا هو راح يكتب لك الاسم مال القرية الجديدة اللي انا مسميه هسه لا احبب عليهم، وتجي هنا تكتب رسالة احقق لك اياها ان شاء الله ملحقة بالفيديو. مضمونها الرسالة هي هاي I need your help I lost my favorite village and I want to get it back. مرحبا احتاج المساعدة، ضيعت قريتي المفضلة واريد ارجعها. The information that I know about my favorite village is المعلومات اللي اعرفها عن قريتي الضائعة هي lost village name اسم القرية اللي ضاع يعني متى ضيعها. انا عندي قرية ضايعة اسمها المتوحش. تروح على الخيار الثاني اللي هو the name of the clan. ان وجد يعني هذا الاختيار. اذا انت عندك كلان اكتب الاسم مالته. طبعا الاسماء اذا تكتبها مثل مضبوطه تكتبها مثل ما هي، يعني تنقص حرف ولا زي الحرف ولا تخلي همزه. اذا تاكد بانه انت بكلان، يعني شوف نفسك، روح شوف واحد اذا انت مسابقه بالفيسبوك كلان، اذا مسابقه بالواتساب شوف طردك، اذا الجزء انطردت الجزء ما انطرد. المهم تاكد انه انت عندك يعني كلان. اذا ما عندك كلان امسح هاي النقطه وخلي رقم 3 بدالها، يعني رقم 2 هسه يعني تتقدم الخطوات. المهم بعد ما تكتب اسم الكلان تروح على النقطة الثالثة ليفل اوف تي اتش ليفل اوف تاون هول، المستوى مال البيت مالتك ايش قد. انا المستوى مال البيت مالتي 4. تروح على النقطة الثالثة ليفل اوف اكس بي، المستوى مال النقاط مالتك ايش قد. اكو نجمة زرقاء اعلى الشاشة موجود بها المستوى. انا مستواي 15. طبعا المعلومات لازم تخليها بالمضبوط، ما يصير يعني تخليها تخميني، مضبوطة لازم. I start playing the game in. طبعا هنا تكتب هنا هذا الاختيار يقول لك I started playing، يعني انا بدأت العب هاي اللعبة في. تكتب الشهر 1/2015 وتكتب فاصلة بغداد ان بغداد فاصلة العراق. تكتب يا شهر لعبتها انت وبيا سنة، وتكتب المدينة والبلد اللي لعبت فيه انت اللعبة. تنزل على الاختيار اللي وراه اللي هو السادس last time I played it in، اخر مرة لعبت هاي اللعبة شو وقت يا شهر. طبعا ما مهم اليوم، المهم الشهر. وما تحتاج تكتب مدينة هنا، يعني انا اخر مرة لعبت هاي القرية بشهر الثاني، يعني اصلا ما لعبتها فتركتها، ما كنت رابطها بحساب. بشهر الثاني تركتها، بس لازم تكون معلومات مضبوطة. المهم النقطة السابعة وهي نقطة يعني انت من عندك تكتبها، تريد تغيرها بس الحرام انت تكتبها من عندي. السبب اللي انت خسرت القرية يعني بسبب يعني انا كاتب لك هسه هنا I lost
it because I rest my device and I forgot my account password and I forgot my Gmail. السبب هو انه اللي فقدت بالقرية هو انه انا رستت، يعني سويت اعادة ضبط مصنع للجهاز مالتي، يعني بالاحرى فرمت الجهاز مالتي ونسيت الرمز مال الحساب ونسيت الجيميل مالتي. اذا عندك لغة انجليزية افضل من عندي يعني، او لغة انجليزية جيدة، تقدر يعني تخلي نقاط من عندك، يعني بعض معلومات، بس هي المعلومات المطلوبة ان تخلي يعني ترجع القرية. تقدر تغير هاي وتخلي يعني تخلي غير سبب، يعني تقول له I share my phone I sold my phone and I forgot يعني the account. يعني انت بكيفك يعني تقدر تغيرها، مو يعني شيء رسمي، هذا تقدر تغير انت. المهم النقطة الثامنة ماي فيسبوك URL، الرابط مال الفيسبوك. طبعا انت راح تربطها اللعبة اكيد، يعني حتربطها بفيس على ما تشوف اصدقائك اللي لاعبين كلاش اوف كلاس مثلك. فانت اذا رابطها بفيس تروح على الصفحة الشخصية على البروفايل مال الفيس مالتك اللي انت رابط اللعبة بيه، وتسوي له كوبي وتلصقه هنا. اذا ما ربطها على فيس او في هذا الاختيار مسحه واعتبره ما موجود. بس اذا انت رابطها بفيس ضروري انت تخلي مالتك الحساب، لان اول تالي حيزولك، اذا انت رابطها بفيس حيزولك رساله يقول لك يا بتا احنا نريد ما عندك رابط الفيسبوك مالتك، او نتاكد بانه هاي القريه مالتك وانه هاي القريه صدق تبع يعني قريه مضبوطه. المهم تروح على النقطه التاسعه، هم نقطه مهمه. ماي ديفايس از الجهاز اللي انت لعبت فيه الكلاش اوف كلاس ورقم الاصدار. يعني الجهاز سامسونج او ايفون او HTC او اكسبيريا او هواوي. فهاي الاجهزه يعني اللي انت لعب بيها فلاش تكتب الجهاز اللي انت لعبت فيه كلاش اوف كلاس زائد الاصدار. يعني سامسونج انا العبها بسامسونج كور 2. سامسونج الاصدار ما تروح على الحول على الضبط او اعدادات الجهاز، الحول تلقى رقم الاصدار. رقم الاصدار مالتي SMHG 355H. تكتب هذا الاصدار بعدين تقول له ثانكس فور يور هيلب. دوس على هاي وترسل الرسالة. بعد ما ترسل الرسالة تنتظر 16 ساعة أو 20 ساعة، راح تجيك رسالة بأنه هذا إذا معلومات صحيحة مضبوطة وأكيدة، راح تجيك رسالة بأن تقول لك إنه هاي القرية تقدر ترجعها عن طريق الأبل أو السامسونج أو الجهاز اللي أنت فاقده يعني. ف تروح بعد ما تجيك رسالة بعد 16 ساعة إلى 20 ساعة إذا كانت المعلومات صحيحة أو معلومات مضبوطة، تجيك رسالة مضمونها بأن هاي القرية مسجلة عندهم باسم متوحش كذا معلومات اللي يعطوك إياها تقدر ترجعها عن طريق اتباع التعليمات كذا وكذا وكذا. يعطوك روابط عن طريق الأبل وعن طريق السامسونج، وحيعطيك في الأخير كود متكون من حروف وأرقام. تاخذ الكود وتروح على الإعدادات بعد ما تربطها بالفيس بحساب جديد، تطلع لك علامة خضراء تقول له لينك ديفايس، تقول له لينك از ذا نيو ديفايس. راح يطلع لك هنا مربع تكتب بيه الكود اللي انت اعطوك اياه هذول الشركه الدعم وتدوس على صح. بعد ما يعطوك الكود راح يقول لك هل تود الاستمرار باللعب قرية متوحش؟ حتقول له يس. يقول لك اكتب كونفيرم، تكتب كونفيرم راح تجيك القرية القديمة اللي انت ضيعتها. وهذا كل ما يتعلق بطريقة يعني ارجاع كلاش اوف كلانس مفقودة. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطيني لايك وسوي مشاركة على متأمل فائدة. يعني مثل ما تعرف هذا اول فيديو بقناتي، واذا اشوف دعم واشوف الناس مهتمة واشوفك مهتم ان شاء الله انزل هجمات، انزل شروحات عن كلاش اوف كلانس، انزل شروحات عن العاب اخرى، انزل طرق يعني هجوم وهمي، هجوم تلقائي، واي شيء تحتاجوه اي نصيحة ان شاء الله نعرفها ما قصر وياكم ان شاء الله. معكم اي ام دي اي ام او نسيت اسمه اي ام دي 96 العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.